بص يا سيدي، سنة 1992 يتم القبض على الجاسوس فارس المصراتي، ويتقبض على ابنه وبنته معاه، ويتحط في قفص الاتهام قصاد القضاء المصري. جاسوس واسرته تسببوا في اول فضيحة تجسس مصرية اسرائيلية، وده بعد معاهدة السلام اللي اتعملت سنة 1979. فارس المصراتي وقت وجوده في قفص الاتهام يكشف عن عورته قصاد كل الموجودين في قاعة المحكمة، وبعد كده يتبول على هيئة المحكمة كنوع من السخرية من محاكمته. تقريبا كان حاسس انه مش هيتحاكم، وكمان ضرب ضابط وخد حكم بالسجن 3 سنين، واتحكم عليه بالإعدام لتهمة الجاسوسية. بس الغريب انه تم إخلاء سبيله بعد 5 شهور من محاكمته. فارس صبحي المصراتي جاسوس إسرائيلي من أصل ليبي، اتعرف على انه واحد من التجار العرب اللي بيزوروا مصر. فارس يشتغل عامل في مصانع الحديد الإسرائيلية، وكان بيدور على فرصة عمل في أي دولة عربية، وفعلا يختار مصر علشان يشتغل فيها. صاحبه في رحلته ابنه ماجد وبنته فايقة، بنته مراهقة جميلة جدا، واللي وقتها كان عندها 17 سنة، ودي كانت فرصة لجهاز الموساد الإسرائيلي، واللي اختارهم للتجسس على أي دولة عربية. عامل مصنع حديد مش متعلم وعنده 41 سنة، وعنده بنت صغيرة وجميلة. سهل قوي إنهم يتجندوا ويبقوا عملاء للموساد الإسرائيلي، وطبعا الموساد يختار مصر، وينتقل فارس المصراتي لمصر مع أسرته، ويدخلوا مصر بجوازات سفر مزيفة، وتبدأ مهمة فارس وبنته. فارس يوصل مصر ويستقر في مصر الجديدة عشان يكون المكان اللي هيعيش فيه في القاهرة، الحي اللي يعتبر هادي وقتها، واللي كان هدف حيوي للتجسس، لأن كان فيه مقر رئاسة الجمهورية، وكمان كل الوزارات ومؤسسات الدولة، والكلية الحربية، ومقر القيادة العامة، ده غير الشخصيات الغنية والمشهورة وقتها. المهمة كانت جمع كل المعلومات اللي يقدروا عليها، سياسية وعسكرية وثقافية، ورصد أي تعاون عسكري مصري مع أي دولة تانية، خصوصا سوريا، وكمان رصد حجم وقوة التيار الديني الإسلامي المصري، ويجيبوا معلومات عن بعض الشخصيات العامة. وعشان تتنفذ المهمة، فارس قرر إنه يستخدم بنته علشان يقدر يندمج في المجتمع المصري ويتعرف على الشخصيات المصرية العامة. فارس يقرر إنه يشغل بنته في الدعارة. المصراتي حدد الهدف بتاعه انه يتعرف على شخصيات في مراكز مهمة، وان بنته تتعرف على ابناء كبار المسؤولين، وانه يغريهم بممارسة الجنس مع بنته. فايقة المصراتي اتعرفت على ديفيد اوفيتس، وده كان ضابط مخابرات اسرائيلي قدر يدربها على طريقة جمع المعلومات المهمة. فايقة بجمالها قدرت تستدرج شباب مصريين علشان يخشوا معاها في علاقات جنسية. العلاقة الواحدة كانت بتاخد لها يومين بالكتير. فايقة قدرت تجمع معلومات مهمة وتبعتها بعد كده للموساد الإسرائيلي، وده عن طريق الضابط ديفيد اللي كان بيجي مصر كل فترة، أو هما كانوا بيسافروا له. وكان من ضمن المعلومات سفر 14 عربية عسكرية من القاهرة للسويس. فايقة المصراتي حاولت تاخد الإقامة المصرية، وده عن طريق إنها تتجوز شاب مصري من اللي دخلت معاهم في علاقة. نجحت شبكة التجسس بتاعة المصراتي، وكان عنده نية إنه ينقل النشاط بتاعه لليبيا، وده بسبب اعتماده على أصول الليبية، لأن أصول عيلته كانت من مدينة مصراتة. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تعلن الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شبكة جاسوسية. الكلام ده يوم 2 فبراير سنة 1992. الشبكة اللي كانت مكونة من فارس المصراتي وبنته وابنه، وكمان ضابط المخابرات الإسرائيلي ديفيد أوفيتس، وكان معاهم 2 مصريين بيساعدوهم. الأخبار اللي تصدرت عناوين الجرايد وقتها، ده غير خبر ضبط 21 طن من الحبوب المسرطنة واللي كانت مهربة من إسرائيل، وكمان تهريب الطوب المصري للدخل الفلسطيني، وده لبناء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة، وده لبناء مستوطنات يهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ده كله تظهر قضية المصراتي للرأي العام المصري. فارس وبنته دخلوا مصر أكتر من مرة بحجة السياحة، وده لفت نظر الأمن ليهم، لأن زياراتهم كانت خلال فترات قريبة. فارس قدر يوهم اللي حواليه إنه تاجر لبناني، واتحرك في المجتمع المصري على الأساس ده كله خلى الأمن المصري يحطه تحت المراقبة، وبناء عليه يتقبض على فارس وبنته، ويتحرز معاهم أدوات التجسس المختلفة واللي كانت موجودة في شقتهم في مصر الجديدة. اعترفت فايقة بكل حاجة، ويقال إنها اتقبض عليها وهي بتمارس الجنس مع شاب مصري، وتوجه ليها تهمة التخابر والتزوير واستخدام بطايق شخصية مزورة. واعترفت فايقة على أبوها وأخوها واللي كانوا بيساعدوها في كل ده. وقتها عبد المجيد محمود المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر بحبسهم 45 يوم على ذمة القضية. وقت المحاكمة
إسرائيل تقبض على شاب مصري وتوجه له تهمة التجسس في الأراضي المحتلة، وده بعد ما اعتقلته دورية إسرائيلية. الشاب المصري اتوجه له تهمة التجسس والتواصل مع ضابط مخابرات مصري ونقل معلومات عن الجيش الإسرائيلي. مصر وقتها بعتت محامي من السفارة يدافع عنه، وبعد 5 شهور مصر تفرج عن المصراتي وابنه وبنته ويتم تسليمهم للسلطات الإسرائيلية. وتردد إن تم مبادلة المصراتي ب 18 شاب مصري، ودول كانوا موجودين في إسرائيل في تهم مختلفة. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.